اهلا بيكم مع حلقه جديده من حلقات موزايك. وزي ما احنا عارفين ان احنا الشهر ده بنتكلم في الشخصيات التوكسيك وهل انا توكسيك ولا لا. طب لو انا تعرضت لان انا الناس اللي حواليا دي شخصيات توكسيك، ازاي انا اعرف اميزهم وازاي اقدر اتعامل معاهم؟ والنهارده في حلقه خاصه جدا، وشخصيه النهارده هي ليها علاقه بالشخصيه اللي فاتت. فلو انت فاتتك الحلقه اللي فاتت، حلقه الشخص النرجسي، انت محتاج ان النهارده ان انت تتفرج عليها كويس علشان تقدر تكمل باقي الشخصيات معانا. وشخصية النهاردة هي الشخصية اللي دايما بتلعب دور الضحية، ودايما في علاقة وطيدة قوي بين الشخصية اللي بتلعب دور الضحية والشخصية النرجسية، لأن دايما الشخصية اللي بتلعب دور الضحية بتبقى معتمدة جدا في حياتها على الشخص النرجسي، لأن الشخص النرجسي بطبيعته دايما بيبقى يحب إن هو يكون دومينيتنج وهو اللي يبقى بيتحكم في الأمور. للأسف الشخصية اللي هي بتلعب دور الضحية هي فاكرة إن هي كده بتكسب تعاطف الناس، لكن للأسف مع مرور الوقت الشخصية دي هي بتدمر نفسها جدا، لأن هي بتسمح لكل الناس اللي حواليها تتحكم فيها من غير ما هي تدي مساحة لنفسها إن هي اللي تبقى بتاخد القرارات دي لنفسها. وللأسف زي ما احنا عارفين إن الشخصية اللي بتلعب دور الضحية ما بيبقاش عندها غير كلمة واحدة: الزمن هو السبب في اللي بيحصل لي، اللي حواليا هم السبب في اللي بيحصل له. مع ان في حاجات كتيرة قوي ممكن ما يكونش ده هو السبب فيها، ممكن يكون تصرفات الشخص نفسه هي اللي دايما بتكون السبب في النتائج اللي هو بيوصل لها. انا طبعا ممكن اقولك ان انت ممكن تكون اتعرضت في حياتك لوجع، بس الشخص اللي قدامك اللي وجعك هو مش من مسؤوليته ان انت تكون النهارده شخص كويس وشخص سوي. الوجع بيحصل لنا مرات كتيرة من ناس كتيرة، لكن انا اللي مسؤولة ان انا اكون النهارده شخصية قوية. للأسف الشخص اللي بيلعب دور الضحية هو بيتمادى في إن هو بيعمل ده، لأنه طول ما هو بيكسب تعاطف الناس اللي حواليه فهو كده شايف إن هو كسبان، لكن هو ما يعرفش إنه للأسف هو أكبر خاسر في حياته، لأن الحاجات اللي هو بيعملها في حياته دي يوم مع يوم للأسف بتدمر الشخصية بتاعته. وبيفضل الشخص ده ساجن نفسه في دايرة واحدة وهو مش عارف يتحرك فيها، وهي دايرة الحزن والكآبة، لأن هو دايما شايف إن الناس والظروف هما السبب في اللي بيحصل له دلوقتي. طب لو أنا دلوقتي الشخصية اللي بتلعب دور الضحية، أنا أقدر أعمل إيه علشان أساعد نفسي؟ ولو مش أنا والشخص اللي قدامي ده هو اللي بيلعب دور الضحية، أعمل برضو إيه؟ للأسف لو أنا دلوقتي هو الشخص اللي بيلعب دور الضحية، أنا لازم أعمل شوية حاجات مهمة جدا. لازم أبقى واعي النهاردة إن ده لازم يقف، ودلوقتي مبقاش مستني ده. أسمح للناس اللي حواليا إن هما لما يجوا يتدخلوا في حياتي أبتدي أقول لأ، لأن أنا محتاجة إن أسمح لشخصيتي وقت بوقت إن هي تبتدي تعتمد على نفسها. لكن طول ما انا معتمد على الاخر ومش بقول لا وبدي للشخصيات اللي قدامي خصوصا الشخص النرجسي ان هو يتعدى حدوده معايا، انا ما بتحملش مسؤوليه الاخطاء اللي ممكن في يوم من الايام ابقى بتخطاها. فعشان كده الناس كلها بتاخد مساحه اكبر في الحياه، وبالتالي انا لما بلاقي في تعاطف منهم فبقول ان انا تمام كده وان انا افضل مكمله في الطريقه اللي انا فيها. تاني حاجه، انت محتاج تبقى اهدى شويه مع نفسك او على نفسك. يعني لما يحصل لك حاجه بلاش تلوم نفسك قوي، بلاش تقول انه ده نتيجه اللي بيحصل لي، ما نتيجه الظروف اللي انا موجود فيها. لا، ممكن تبقى رحيم على نفسك، لانه مش دايما ده هو اللي بيوصلك للنتيجه دي. مره مع مره تبتدي تدرب نفسك ان في حاجات تانية كتيره حلوه لو انت بدات تعملها النهارده انت هتوصل لنتائج احسن بكتير. في حاجه طبعا مهمه جدا ممكن تعملها وهي جراتيتيود، يعني انت تبقى ممتن في حياتك للحاجات اللي هي الحلوة اللي موجودة. وقت مع وقت لو انت هتساعد نفسك ان انت تعمل بكده، هتلاقي ان انت نفسك بقيت احسن بكتير، لان انت هتشوف ان ربنا مديك نعم كتير قوي ممكن تكون انت ما كنتش واخد بالك منها بسبب الطريقة اللي انت بتعملها، وان انت بتبقى بتلوم بس الظروف والناس اللي هي حواليك اللي موجودة. لما بتيجي انت في وقت تبتدي تلومي لنفسك ويجي حد يقولك طب بصي انت ممكن بس تكوني غلطتي في الحتة دي، ادي للناس مساحة ان انت تسمعيهم. اوقات كتيرة لو انت الشخص اللي هو واقع في الدايرة بتاعت انه دايما دور الضحية، مش بيدي لنفسه فرصة ان هو يسمع الناس اللي حواليه. اوقات كتيرة الناس بتبقى عايزة تنصحك او بتبقى تقولك معلومة ممكن تفيدك لقدام، بس انت مرة واحدة لانك بتبقي قافلة ودانك ما بتسمعيش اي حاجة، ايا كان راجل او ست، للأسف انت بتوصلي لنفس النتيجة. واحنا عايزينك تطلعي من المرحلة دي، فادي لنفسك مساحة ان انت تسمعي الناس اللي حواليكي، يمكن يكونوا بيفيدوكي في وقت ما، وده يساعدك ان انت تمشي خطوة لقدام. حاجة تانية، لما تيجي تتكلمي على نفسك بلاش تقولي ما انا اصلا هبلة ونتيجة ان انا هبلة انا حصل لي واحد اتنين تلاتة. ممكن تقولي لا، انا ما كنتش اعرف ان الشخصيات اللي قدامي دي بالطريقة دي عشان كده انا وصلت للنتيجة دي. لو انت كمان عايزة تساعدي نفسك بلاش تقولي ايه ما انا لو اللي قدامي ده اتغير انا حالي هيبقى احسن. لا، انت قرري النهاردة ان انا لو انا اتغيرت انا حالي هيبقى احسن، وده هيساعدك كتير.
طب لو انت مش الشخص اللي بيلعب دور الضحية ده وحد قدامك هو اللي بيلعب دايما دور الضحية، حاولي ان انت تحطي نفسك مكانه. شوفي هو الشخص ده اللي بيلعب دور الضحية، هل فعلا حصلت له حاجات وهو صغير ودي وصلته للنتيجة دي؟ طب هل فعلا الظروف اللي حواليه كانت قاسية قوي؟ لما تبتدي ان انت تحطي نفسك مكانه ممكن تطلعي انت بتحليل للموقف يخليكي ان انت تبتدي تساعدي الشخص ده بطريقة ما. لو انت النهارده قررت انك ما تبقاش دور الضحية، انت بتعمل في نفسك جميل كبير قوي ان انت تبتدي تكسر كل السجن اللي انت حاطه في دماغك حتة بحتة صغيرة لغاية لما تلاقي نفسك اتغيرت وبقيت شخصية تانية احسن بكتير. استناكم كل حلقة جديدة من حلقات موزايك تبتدوا تتابعوا معانا كل الشخصيات التوكسيك وازاي كل شخصية احنا نقدر نتعامل معاها، وازاي ده ممكن يخلينا ناس اسوياء ويساعدنا كمان ان احنا نساعد الناس اللي حوالينا. لو انت النهارده لسه لغايه دلوقتي ما عملتش سبسكرايب، اتمنى ان انت لو المحتوى عجبك تعمل سبسكرايب للتشانل وتعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس. كنت مع حلقه جديده من حلقات قناه موزايك.